الشعبيه او جماهير شعبيه مزيان وتسعه تجمع ديالكم انتوما يعني انتوما راه كثر من ثلاثه يعني علاش كيعني السر وانا بغيت نفهم انا نبغي نفهم لا 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 بيني وبينك انا علاش تفهم بوحده جمعيه يا نظام ارفع قلبك عن شعبنا حصرونا والله يلعبوها ويديهم يحروا فيهم سكه يديهم يحاولوا يعاون اللي ما كان في المنشف شافني وعدني كضرب فيه بالعنان قلب حقوق الانسان بلاد ديمقراطيه ضربني انا رجع فيها تقوى بالعنان دخل في العلان وجبت الواط اضرب فيه المال دخل فيه المال دخل فيه المال هو راجل دخل فيه هذا القلب عادي دخل فيه المال في الموبايل ضرب شي واحد بحال قبطه ما كان هالقد ضرب فيه جماهير شوفوا مزيان حقوق الانسان حقوق اليوم جماهير شوفوا باش يقتلوا واحد راه اليوم يقتلوا اليوم يقتلوا عارف اليوم يقتلوا صافي صافي اش بلاتي اجي بلاتي خاص واحد المعطل بلاتي ما يجيبوه بلاتي معطل لا صافي كنا كاع اللي معطوبين اللي معطوبين ومضروبين قلت حنا غيكون عندنا واحد رد ماشي هذا كتقولوا راه كاينه حاله استثنائيه اليوم راه غنحولوا ديك الحاله الاستثنائيه للمحاكمه ديالكم هادشي هذا الاجدى انكم تمشيو تحافظوا على الامن ديال الناس ماشي تجيو تبداو تقمعوا بها المعطلين بلاتي اجي بلاتي خاص واحد المعطل بلاتي ما يجيبوه بلاتي معطل لا صافي كنا كاع اللي معطوبين معطوبين ومضروبين يجلسوا هنايا الناس اللي شكون اللي ضربك باش مصيبه بعدا عايش مع السيد شوف اسمع اسمع انا وريكم اسمع واحد شويه غنتنظموا غنمشيو هذا صوت العطلة لحامل الشهادات
النوى
هذا زمان العقاويل هذا زمان الأكاذيب هذا زمان العقاويل هذا زمان الأكاذيب جوزنا المباريات رحنا في المهملات النظام فليسقط النظام شهيدة في سجون النظام الأرض للفلاحة والسلطة للعمال سعيدة شهيدة في سجون النظام المعتقل في السجن لا يزال حقوق الإنسان المعتقل في السجن لا يزال سلام عليها يا سلام يا سلام فليسقط النظام فليسقط النظام شهيدة شهيدة في سجون النظام الأرض للفلاحة والسلطة للعمال فليسقط النظام القمع الشرس في الشكل النضالي. تحية لكل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلين الجمعية وكذلك معتقلين الاتحاد الوطني لطلبة المغرب واللي فيهم واحد العدد كبير بمجموعة من المواقع الجامعية داخلين في إضراب على الطعام المفتوح اللي فاق 100 يوم. فهذا الرفاق من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب حياتهم مهددين بالموت. أعطموا الجمعية تحالفات شعبية أعطموا الجمعية تحالفات شعبية أعطموا الجمعية تحالفات شعبية قتلوهم عدموهم ولاد الشعب خلفوهم قتلوهم عدموهم ولاد الشعب خلفوهم اعتقلوهم عدموهم ولاد الشعب خلفوهم. تضامننا المبدئي والمشروط والمطلق مع كافة المدن المنتفضة بني بوعياش تازة إفني وكافة المدن المنتفضة على هذا النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي. تأتي هذه الوقفة احتجاجا وتنديدا بالقمع اللي تعرضنا ليه في وقفة سابقة اللي انطلقت مع الساعة 5 من أجل التواصل مع الجماهير الشعبية من أجل التعبئة للمعركة الوطنية اللي غتاخذها الجمعية على المستوى الوطني بمدينة الرباط التي تنطلق في يوم 3 الشهر المقبل 3 أفريل. مباشرة بعد انتهاء الوقفة ديالنا بغينا نتحركوا من أجل تعبئة وتوزيع مجموعة من المناشير ديال الجمعية الوطنية. إذا بالقمع كيحاصرنا وكيتعامل معنا بشكل همجي وقمعي حيث تعرض مجموعة من المعطلين والمعطلات ومجموعة من المناضلين اللي كانوا كيساندونا المجموعة ديال الضرب والجرح وكانت مجموعة ديال الإصابات في صفوف المعطلين والمعطلات. إذا أيها الجماهير الشعبية هذا الشيء ماشي غريب على هذا النظام، هذه طبيعته في الوقت اللي كيسوق في الإعلام المزيف ديالو ديال التزام وديال الاسم على أن هناك الديمقراطية وهناك الحرية ودستور جديد. شوف المغرب الجديد مغرب القمع والتشريد مغرب العين الجديد مغرب القمع والتشريد مغرب الجديد مغرب القمع والتشريد. كيف قلت على أن رغم الشعارات الطنانة اللي كيسوقها في القنوات المزيفة ديالو والإعلام ديالو وكذلك مجموعة من الجرائد الصفراء، لكن على أرض الميدان كتبان فلاحين أمات تحيدوا في النضال ضد القمع وراس المال وطلبة معطلين. فلاحين أمات تحيدوا في النضال ضد القمع وراس المال وطلبة معطلين. تحيدوا في النضال ضد القمع وراس المال وانا المسؤومة وتسريح الجماعية
خاطرونا وكينا بالرجعية مدور. إذا كيف قلت على أن رغم الشعارات الطنانة والمزيفة اللي كيطبل لها في الإعلام الرسمي ديالو، الواقع والأرض والميدان يثبت العكس. فجميع فروع الجمعية الوطنية لحماية شهادة المعطلين تتعرض للقمع المباشر. جميع الجماهير الشعبية في أبسط المطالبة بالحقوق ديالها كيتم عليها تهديم البيوت، وكيتم الاقتحامات، وكيتم الاعتقالات والاختطافات، وهذا الشيء كيصرفوا باشكال متنوعه. ومن هذا المنبر كنعلن تضامننا المطلق كجمعيه مع ما تعرضت له المسيره ديال 20 فبراير بالبرنوصي، حيث ان مجموعه ديال الاشكال ديال البلطجه اللي حاولت انها تتعرض وتصيب مجموعه من المناضلين. لكن كل هذه الاشكال كل هذه الاشكال اللي تنتج عليها النظام هي اشكال اللي مكشوفه. تنعذركم مزيان بان هذا النظام يستعمل جميع الوسائل من القمع المباشر ومن الاعتقال ومن الاختطاف ومن كافه الاشكال ديال الترهيب ديال المناضلين. كذلك يستعمل البلطجه الخارجيه والبلطجه الداخليه. اذا هذه المعركه وهذا الهجوم الهمجي ديال هذا النظام ذا الوجه البشع ذات هذه السياسه اللا شعبيه يعبر بالفعل على ان النظام لا زال مستمرا بطبيعته القديمه، لا زالت سنوات الرصاص مستمره، ولا زال القمع والاضطهاد يصيب المناضلين وابناء الجماهير الشعبيه. والاحداث الاخيره اللي وقعت مجموعه من المدن بمجرد ان مجموعه من المواطنين عندهم مطالب ديال الماء والضوء او ديال الشغل او ديال السكن، كيستعمل جميع الوسائل من اجل الاسكات ديالهم ومن اجل قمعهم. اذا هذا النظام طبيعته هي طبيعه اللي تتعارض مصالحه ومصالح الجماهير الشعبيه، وما الوعود اللي صرح بها بن كيران والحكومه الجده السياسيه تبين بالفعل على مدى استمراريه ديال هذا النظام هذا بطبيعته القديمه. ما كاين لا دستور جديد ولا اصلاحات ولا انتخابات، بل ان هادشي كامل كيجي مطبوخ وكيجي مفبرك من القرارات، وهاد القرارات كتجي من العواصم ديال الدول الكبرى ديال الدول الرأسمالية. كيجي قرار من واشنطن وكيجي من باريس وكيجي من تل ابيب. وهاد الناس اللي حاكمين هنا هما ناس اللي تحطوا في الاستقلال الشكلي في المعاهده الخيانيه ديال اكس ليبان، وكينفذوا بالحرف تعليمات ديال صناديق النقد الدوليه والبنك الدولي ومنظمه التجاره العالميه. كينفذوا الاوامر ديال نهبنا ونهب ثرواتنا ونهب خيراتنا. الدليل على ذلك هو هاد الترامواي اللي كيدار دابا هي شركه صهيونيه اللي كديرو. هاد ليديك اللي كتبيع لنا الماء هي شركه فرنسيه. تكميد اللي كتجمع الزبل هي شركه فرنسيه. اتصالات المغرب هي ديال شركه فرنسيه في باندي. اذا هاد البلاد اللي باعوها وكيبيعوا فينا جزءا. اذا لا بديل لنا باعتبار الجمعيه جزء لا يتجزا من النظام ديال الجماهير الشعبيه. كنقولوا على لا بديل لنا. يا مغرب يا جوهره وخرج عليك الشفاره، ويا مغرب يا جوهره وخرج عليك الشفاره، ويا مغرب يا جوهره وخرجوا عليك الشفاره، ويا مغرب يا جوهره وخرجوا عليك الشفاره. اذا قلت امام هذه السياسات اللا شعبيه مع الجماهير الشعبيه ان تتلاحم فيما بينها مع الاطارات التقدميه والديمقراطيه التي تناضل من اجل مصالحها، لان هذا النظام مكشر على الانياب ديالو وسيستهدف الجميع. وان هذه التصريحات الاخيره ومجموعه من القرارات اللي بات كتلاح في الهوامش وفي الصحف الصفراء ديال الحذف ديال صندوق المقاصه سيصيب المغاربه في الجيوب ديالهم، سينعمل على نهب المغاربه وسترتفع الاسعار. وما علينا الا التصدي والممانعه والمجابهه
ديال هذه السياسات لا شعبيه لا ديمقراطيه لا وطنيه. وقبل ما نختم المداخله ديالي كنحيي الرفاق ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي حضروا معنا، والمناضلين ديال 20 فبراير، كاع المناضلين اللي حضروا والجماهير الشعبيه، ودمتم للنضال صامدين ومناضلين، ولنا لقاء في موعد اخر.